في سنة 2022 4 خريجين من ال MIT بنوا شركة من غير أوفيس، من غير مستثمرين كبار ولا أي سابقة أعمال في السوق. الشركة دي كانت كارسر، وهي بتقدم أدوات تساعد المبرمجين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وطبعا ده منافس لجيت هاب كوبايلوت، الأداة المدعومة من مايكروسوفت. جيت هاب غني عن التعريف كأكبر مستودع للأكواد في العالم، ومايكروسوفت نفسها عندها علاقات مع أكتر من 90% من شركات العالم. النتيجة كارسر حققت مليار دولار إيرادات في أقل من 3 سنين، ودلوقتي بيستخدمها أكتر من نص شركات فورشن 1000 على مستوى العالم. إزاي قدروا ياخدوا الحصة السوقية دي كلها؟ هل كان عندهم تكنولوجيا أحسن؟ موارد أكتر؟ لا طبعا، أكيد مايكروسوفت عندها موارد وأدوات تكنولوجية أكتر. قصة كارسر مش استثناء، ده النمط الجديد من الشركات. بناء البرمجيات بقى في متناول الجميع بسبب ال AI، اللي كان بياخد أشهر دلوقتي بقى بياخد أسابيع وأحيانا أيام، وده معناه إن البنى نفسه ما بقاش ميزة تنافسية زي ما كان زمان. طيب أمال إيه الميزة التنافسية دلوقتي؟ إزاي شركة ممكن تكسب في عصر البناء بقى فيه سهل؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. علشان نعرف إزاي نتعامل مع التغير لازم نفهم ليه حصل. في كل حقبة من التاريخ كان في حاجة صعبة تتعمل، واللي بيبقى عنده القدرة إن هو يعملها بيبقى عنده ميزة تنافسية قوية جدا. أما بقى اللحظة اللي الكل يقدر يعملها بتبقى عادية وما بتبقاش ميزة تنافسية. خلونا ناخد سوق السوفت وير كمثال. في السبعينات والثمانينات كان صعب إنك تبني برنامج أصلا. في الوقت ده عشان تكتب برنامج كنت محتاج 3 حاجات نادرة ومكلفة: مهندسين متخصصين، أجهزة غالية جدا، وأشهر من التطوير. IBM كان عندها الأجهزة والمهندسين اللي محدش يقدر يعديها فيهم، فسيطرت على السوق لأنها قدرت تبني حاجة الكل محتاجها ومحدش غيرها يقدر يعملها. هنا المنتج كان هو الميزة التنافسية، لأن بناء المنتج كان صعب. لما دخلنا بقى على التسعينات الصعوبة اتنقلت للبنية التحتية. بناء البرنامج بقى أسهل، ولكن إنك تحط البرنامج ده على الإنترنت وتخلي الناس توصل له من كل مكان، ده كان محتاج داتا سنتر خاصة بيك، سيرفرات ضخمة بتشتريها وبتديرها بنفسك. نتفليكس في أيامها الأولى صرفت أكتر من 50 مليون دولار على سيرفراتها الخاصة. اللي ما عندوش السيرفرات ما كانش يقدر يدخل السوق أصلا. أما بعد كده في 2006 لما أمازون عملت AWS وأتاحت للشركات إنها تأجر سيرفرات بسنتات في الساعة بدل ما تشتريها بملايين، نتفليكس نفسها في غضون 10 سنين سابت سيرفراتها واتنقلت على AWS. وكل شركة ناشئة صغيرة قدرت توصل خدماتها للعالم من غير ما تصرف مليم في سيرفرات. فأصبح الميزة تنافسية، واللي هي كانت صعوبة دخول السوق اللي كان بتوفرها البنية التحتية خلاص راحت. أما بقى دلوقتي بناء البرمجيات نفسه بقى سهل جدا بسبب ال AI. اللي كان بياخد فريق من 20 مهندس وأشهر كتير دلوقتي بياخد فريق صغير جدا وأسابيع أو أيام عشان المنتج يطلع. طيب هل هنتوقف بقى لحد هنا؟ لا طبعا لسه. ال AI نفسه ما بقاش وقريب جدا مش هيكون ميزة تنافسية، لأن استخدام ال AI دلوقتي وفي السنين الجاية هيكون في متناول الكل. الشركات اللي بدأت تستخدم ال AI من زمان شوية في التشات بوت وتحليل البيانات كان عندها ميزة كبيرة، ولكن دلوقتي الميزة دي تأكلت بسبب ظهور الاوبن سورس مودلز زي لاما مثلا، اللي تقدر تحطها جوه برنامجك مجانا. وبرضه ال AI agents زي كوورك ومانوس اللي بقوا بيشتغلوا لوحدهم من غير ما تشغلهم خطوة خطوة. في تقرير من ماكنزي ستيت اوف AI 2025 بيقول ان 88% من المؤسسات نشرت وظيفة واحدة على الأقل ليها علاقة بال AI. شايفين النمط اللي بيحصل؟ الميزة التنافسية ما بتختفيش، ولكنها بتتنقل من مكان لمكان. فالحاجة الصعبة بمجرد ما بقت في متناول الجميع ما بقتش ميزة تنافسية، وبيظهر حاجة جديدة هي اللي بتبقى صعبة، وده اللي بيكون ميزة تنافسية حقيقية. طيب دلوقتي بقى المنافسة اتنقلت راحت فين؟ أولا التوزيع. مارك أندرسون واحد من أهم المستثمرين في تاريخ التكنولوجيا قال في تاريخ صناعة التكنولوجيا المنتج الأحسن بيخسر قدام التوزيع الأفضل. ده النمط الأكثر شيوعا مش استثناء. احنا دايما كنا عارفين الكلام دوت بس ما حسيناش بيه قوي لأن البنى كان صعب. دلوقتي لما البنى بقى سهل التوزيع بقى هو المشكلة الأساسية. لما مستر بيست أعلن إنه هيبني برجر براند الناس ضحكت لأنهم فاتهم إن مستر بيست عنده 300 مليون مشترك على يوتيوب. بداية براند برجر ما كانش هو الصعب، انك تاخد انتباه الناس للبرجر دوت ده اللي كان الصعب. التوزيع مش دايما فريق مبيعات ولا بس تسويق عن طريق انفلونسر. التوزيع هو اي ميكانيزم بيديك وصول موثوق ومتكرر للناس اللي بتحاول توصل لهم قبل ما منافسك يوصل لهم. فشبكة فروع البنك هي اماكن توزيعها، وعلاقة شركة البي تو بي بالمؤسسات هي دي طريقة توزيعها. ومش كل طرق التوزيع متساوية، في توزيع انت بتملكه وفي توزيع بتأجره. التوزيع المأجور هو الاعلانات المدفوعة، اللحظة اللي بتقفل فيها المحفظة الوصول بيقف. اما بقى التوزيع
التوزيع المملوك فهو الجمهور والبراند والمجتمع وشبكة العلاقات اللي بنتها على مدار الوقت بترجع لك تاني من غير ما تدفع، وده بيتراكم وصعب نسخه. الشركات الناشئة اللي بتغلب الشركات الكبيرة دلوقتي وخاصة في عصر البناء بقى فيه سهل بتغلبهم لأنها بتبني توزيع مملوك من اليوم الأول. وعلى فكرة التوزيع ده مش لازم يكون بيرسونال براندنج بس. شركة أمازون صرفت مليارات في السوق الهندي وجت شركة من غير ولا مستودعات ولا شاحنات كسبت السوق. أمازون دخل الهند بكل ترسانته، طيارات شحن خاصة، شراكة مع سكك الحديدية الهندية، ومليارات في اللوجستيات. في نفس الوقت شركة ميشو وهي شركة ناشئة من بانجلور كانت بتبني حاجة مختلفة خالص، ما بنتش مستودعات وما بنتش شاحنات، بنت شبكة من رباط البيوت والبائعين الصغيرين في المدن اللي أمازون مش قادرة توصل لها، المدن اللي عناوينها صعب تلاقيها على الخريطة الرقمية. وكل بائع صغير كان نقطة توزيع لميشو، والعميل كان بيشتري من بائع في نفس الحي بتاعه يعرفه ويثق فيه. النتيجة ميشو دلوقتي عندها نمو في قاعدة المستخدمين ضعف نمو أمازون في الهند من غير ما تملك إلا أمازون بنته بمليارات. ده توزيع مملوك مش لوجستيات، ولكن ثقة وعلاقات ووصول لناس الكل تجاهلهم. طيب إيه بقى الميزة التنافسية التانية؟ وهي الورك فلو أو تسلسل إنجاز الشغل، ودي هي عادة المؤسسة. لما منتج بيبقى جزء من طريقة إنجاز الشغل فعلا مش أداة الناس بتستخدمها كده وخلاص، بيتحول إلى بنية تحتية الناس أصلا بتفكر بيها. فتكلفة التغيير بتكون صعبة جدا، مش ماليا ولكن نفسيا وتنظيميا. مش عشان المنتج ده غالي يلا نغيره، لا احنا بنبقى مش عارفين ازاي هنقدر نشتغل من غيره. واتساب مش أحسن تطبيق مراسلة في العالم، في تطبيقات عندها تشفير أقوى ووجه أنظف، بس هل المستخدمين بيفكروا فيه كبرنامج تشات وبس؟ صاحب المشروع الصغير بنى عملياته على واتساب جروبس والاوردرات جوه المحادثات وبيانات العملاء موجوده في الشات. لو في بقى تطبيق احسن تفتكر هل صاحب المشروع ده هينقل ليه؟ مش هيقدر، مش لان التطبيق الجديد مش افضل، ولكن كل ذاكره شغله موجوده على واتساب. فقرار تغيير واتساب هنا يعتبر اعاده بناء كامله لطريقه شغله. اكسل مش احسن اداه تحليل في العالم، في ادوات اسرع واذكى، بس هتلاقي المديرين الماليين في الشركات لسه لحد دلوقتي بيفتحوا الاكسل لان اكسل بالنسبه لهم مش اداه، ولكن الناس بتفكر بالاكسل نفسه. المودلز والفورمولاز اللي بنوها على مدار سنين موجوده فيه. لو جبت لهم بقى اداء احسن لازم يعيدوا طريقه الشغل من الاول، وده تكلفه وقت ومجهود كبيره جدا. ثالث وجه للمنافسه بقى وهو الايكو سيستم. في فرق ما بين منتج الناس بتستخدمه ومنتج تاني الناس محبوسه جواه. في طريقه المنافسه اللي فاتت اللي هي الورك فلو، الايفون لوحده منتج كويس وقابل للاستبدال، ولكن الايفون اللي متصل بايربود وابل ووتش واي كلاود وماك بوك صعب جدا استبداله. كل جهاز بتشتريه زياده من منتجات ابل بيزود تكلفة الخروج. لو قررت تغير من ايفون لاندرويد انت مش بتغير تليفون بس، هتخسر صورك اللي على اي كلاود، والابل ووتش مش هتشتغل كويس، والايربودز هتفقد فيها مميزات كتير، ونقل الملفات ما بين الماك بوك والايفون هيصبح مش موجود. فايفون هنا مش بينافس على منتج واحد، هو بينافس على تكلفة الخروج، وتكلفة الخروج دي بتزيد كل ما بتضيف منتجات جديدة لان الاتصال بينهم بيكون اعمق. طب ايه بقى الفرق ما بين الورك فلو والايكو سيستم؟ الورك فلو هو منتج بيساعدك في كذا مرحلة من مراحل انجاز شغلك، ولكن الايكو سيستم هو حاجه اعمق، وهو عباره عن انه بيبني عالم كامل حوالين منتجك، بيخلي المغادره مؤلمه جدا لانك هتحتاج تهدم كل شيء متصل بيها. الشركات بقى الاكثر دفاعا عندها الاثنين، بتنافس على الورك فلو وكمان على الايكو سيستم، فبتبني العاده ومنتجات كتير حوالين المنتج متصلة بيه، فبتسهل عليك حياتك أكتر، فبتحس إن أنت محبوس جواهم مش قادر تخرج. رابع طريقة للمنافسة بقى وهي المعلومات، بس مش المعلومات العامة لأنها خلاص أصبحت متاحة للجميع، بمعنى إن جوجل بنت إمبراطورية على إنها تجمع البيانات وتفهمها أحسن من أي حد. بعدين اوبن اي اي جت واتدربت على كل ده، أي نموذج اي اي دلوقتي بقى يقدر يسيرش الويب ويوصل لنفس المعلومات. فمش ده نوع المعلومات اللي أقصده، ولكن أنا أقصد المعلومات المتخصصة اللي صعب تشتريها وصعب تتنسخ. الداتا دي بقى عبارة عن معلومات المشروع وتاريخ العملاء وفهم السوق والتاريخ التشغيل التراكمي. زي بنك عنده 20 سنة من المعاملات من قاعدة عملائه، بيقدر يعرف مين الأحياء اللي بتصرف أكتر في رمضان، مين العملاء اللي ممكن يتعثروا قبل ما يتعثروا فعلا، مين التاجر اللي بيكبر اللي مش موجود اسمه في أي ريبورت على الإنترنت. ومش البنك بس، موزع الجملة اللي شغال في منطقة بقاله 15 سنة عنده بيانات حصرية عن كل المحلات الموجودة في المنطقة والزباين بتحتاج إيه، ودي مش هتلاقيها على الاي اي. جيميني كمان من جوجل عنده حصريه تنافسيه قويه جدا لان عنده اكسس على يوتيوب، وطبعا احنا عارفين ان معظم المحتوى دلوقتي والمستقبل هيكون في محتوى الفيديو. يوتيوب وراه اكتر من 3 مليار ساعه مشاهده في اليوم، ودي داتا سلوكيه عن نيه الانسان وطريقه تفكيره اللي مش مكتوبه اللي بتتجلى في اسلوبه. بس امتلاك الداتا لوحده مش كفايه، لازم تكون الداتا نظيفه ومنظمه عشان الاي اي يعرف يستفيد منها. كمان الداتا لازم تستخدم. في شركات كتير عندها معلومات
معلومات عن العملاء والحاجات اللي بيشتروها ولكن مش بيستفيدوا منها. خامس ميزة تنافسية بقى وهي الحكم، واحنا اتكلمنا عنها بشكل مختصر في الفيديو اللي فات اللي هو اللينك بتاعه هتلاقوه هنا. الميزة دي بقى مختلفة شوية لأنها مش ميزة ولا هيكلية ولا تنظيمية، ولكنها إنسانية، ودي صعبة جدا جدا على ال AI. الحكم مش ذكاء ولكنه تراكم خبرات مع وعي بالنفس، وهو القدرة عن إنك تبص على موقف فيه معلومات ناقصة وخيارات غامضة ومخاطر حقيقية وتاخد قرار وتبقى مسؤول عن نتائجه. كل ما بقى ال AI أفضل في التنفيذ كل ما الطلب على الناس اللي بتنفذ بقى أقل. أي حد دلوقتي يقدر يحلل بيانات مبيعات شركة كاملة في دقيقتين. القدرة على تحليل البيانات ما بقاش قيمة تنافسية، ولكن اللي بيفضل قايم هو معرفة هل التحليل دوت بيجاوب على السؤال الصح أصلا، وإيه المشكلة اللي إحنا المفروض نحلها، وإيه الأرقام مش بتقوله. المهندسين مثلا دورهم ما اختفاش ولكنه اتغير، بدل ما يكتبوا كود بقوا بيحددوا قيود ال AI وياخدوا قرارات معمارية كبيرة على النظام. فده شغل محتاج حكم مش تنفيذ. ولكن احنا قدامنا مشكلة كبيرة، ان الحكم ده كمهارة ممكن تقل في المستقبل لثلاث اسباب. السبب الاول ان معظم الموظفين دلوقتي في الشركات متدربين على التنفيذ وليس الحكم، فالشركات بتكافئ التسليم والانجاز. اللي بيوقف مشروع وبيسأل هل بنحل المشكلة صح او بنحل المشكلة الصح بيتشاف كعقبة لحد ما المشروع بيفشل. السبب التاني وهو ال AI اللي بيخلي التنفيذ سهل جدا لدرجة ان ناس كتير بتشتغل من غير ما تتطور على الحكم خالص، لان الحكم بيجي بالاحتكاك ومن انك تاخد قرار بمعلومات ناقصة وتتحمل النتيجة. فلما ال AI بيشيل الاحتكاك دوت بيشيل معاه التدريب. المشكلة الثالثة بقى وهي عدم تعيين الجونيورز، ان الشركات شايفة ان الوظائف التنفيذية الاولية ممكن يقوم بيها ال AI، فبالتالي مش بيدربوا اجيال عندها القدرة على الحكم بمعلومات شركاتهم. في 2023 شركة كلارنا للمدفوعات الرقمية استبدلت 700 موظف خدمة عملاء بال AI، والسي او طلع واتكلم علنا عن الكفاءة والتوفير. الارقام طبعا كانت مبهرة على الورق، بعدين جودة الخدمة نزلت والعملاء ابتدوا يشتكوا. في 2024 الشركة اضطرت تعيد توظيف البشر تاني. ال AI نفذ المهمة بس ما كانش فيه حد يسأل السؤال الصح قبل القرار. هل تنفيذ المهمة بالطريقة دي هينتج النتيجة اللي الشغل فعلا محتاجها؟ مش هل ال AI يقدر يرد على العملاء. ده مش فشل تكنولوجي، ده فشل في الحكم. ال AI طلع المعلومة ونفذ المهمة، ولكن الحكم في معنى المهمة وفايدتها وازاي تتقدم ده لسه بشري. سادس حاجة بقى وهي التخصص. لما شركة بتفكر في الكسب الحدس دايما بيقول اتوسع واخدم عملاء اكتر وادخل اسواق كتير، ولكن دلوقتي ال AI يقدر يخدم الجمهور العام بكفاءة وبسعر رخيص. فدلوقتي القيمة هتتنقل وترجع تاني للتخصص. المشاكل المتعلقة بصناعة معينة او ثقافة معينة او قواعد سوق مش مكتوبة ولكن معروفة للي في السوق، ده صعب على ال AI العام. كمان القوانين المتعلقة بصناعة معينة، لو في بزنس هدفه فهم القوانين دي والتعامل معاها، دي حاجة صعب ال AI ينافس فيها. هديكم مثال، فيفا سيستم بنت برنامج لعلوم الحياة والأدوية فقط، صناعة واحدة محددة منظمة بقوانين ال FDA. الشركة دي بتساوي حاليا أكتر من 30 مليار دولار. شركة هارفي شركة ناشئة أمريكية، ال AI موديل بتاعها اتدرب بعمق على ملايين المستندات القانونية والعقود والقضايا، فبيقدر يساعد المحامي في صياغة عقود أو بحث قانوني أو مراجعة مستندات بدقة أعلى بكتير من أي نموذج عام. المحامي اللي يعرف البيئة التنظيمية الخاصة بصناعة معينة في مصر أو في الدول العربية صعب استبداله بال AI، لأن المعلومات دي متخصصة جدا وليها إجراءات أحيانا مش واضحة. كمان لسه الإجراءات بتحتاج محامي. فكل ما كنت متخصص قوي كل ما كان عندك معلومات مش متوفرة على ال AI العام، ولو كان الاحتياج ليك بقوة القانون والإجراءات الحكومية أو المنظمات فده أفضل وأفضل. فبعد ما البناء بقى سهل الميزة أصبحت مش تنفيذية ولا استخدام تكنولوجيا محددة، ولكن هو إزاي أفهم العصر اللي أنا عايش فيه وإيه اللي بقى عادي وكل الناس بتعمله وايه اللي بقى صعب وركز فيه. شكرا واشوفكم على خير. باي باي.